كشف حقيقة الفنانة اليهودية فيكتوريا كوهين، أخبث من عرفت مصر، حقيقتها زلزلة مصر. مصر البلد الوحيد اللي فيها المسلم مع المسيحي مع اليهود كلنا عايشين في سلام. إحنا البلد الوحيد اللي اليهود ليهم حارة اسمها حارة اليهود، جاي منهم كتير لمصر وأسلموا. أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إمي. وعجبكم الفيديو اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس. مصر بتعمليها إزاي؟ يلا بينا. فيكتوريا كوهين كومبارس مصرية يهودية من مواليد 5 يناير 1891، الوفاة 9 مارس 1967. اليهود الفقراء كان أبوها بخيل شديد البخل، دخلها تعليم ولا مدارس، قالوا كتير هي كانت شحاتة في الشوارع. اسمها فيكتوريا أوري كوهين. وناس تانية قالت هي كانت بتشتغل غنية تدور في شوارع القاهرة ليلا التقاط من يدفع الفلوس للمتعة. زمايلها الفنانين قالوا عليها هي كانت شديدة لدرجة ان هي كانت بتستخسر تستحمى، كانوا بيشموا منها رائحة قذرة، كانت بتستخسر تجيب هدوم لنفسها، كانت بتشتغل بهدومها القديمة، كانت بخيلة جدا جدا. بخلها رفضت سفر لفلسطين، قالت انا اتولدت في مصر وعشت في مصر، وافقت على ان تتحمل مصاريف السفر الى فلسطين. فيكتوريا كوهين مأساة فنانة انتهت بالخيانة والموت. حياتها حافلة بالعجائب والمآسي، شهدت فصول مأساوية انتهت نهاية أليمة تقشعر لها الأبدان. ولدت فيكتوريا كوهين لعيلة يهودية تنتمي إلى الديانة اليهودية، إنها رفضت الهجرة لفلسطين وقررت تعيش في مصر. كما قرر كتير من العائلات اليهودية هجرة من مصر إلى فلسطين. قامت فيكتوريا كوهين يقرب من 18 عمل فني عملت فيهم دور المرأة اليهودية شديدة البخل. قامها للمسرح فنان يوسف وهبي، مزقها والد عمل في المسارح والفن، اشتغلت مع يوسف وهبي ونجيب الريحاني وفؤاد المهندس. الست دي بعد ما اشتغلت الفلوس خلت عن أمها وأبوها واخواتها واهلها، عاشت مع نفسها واتبرت من الاهل. بدات التمثيل سنه 1923 في فيلم برسوم يبحث عن وظيفه. عرض الفيلم بدات الانطلاقه لفيكتوريا كوهين. الفيلم ده اتعرض في 1 يناير 1924، اخراج محمد بيومي، بطوله بشاره وكيم وعبد الحميد زكي وعالد حميد، فردوس حسن وفيكتوريا كوهين. عملت دور مديرة بنك، نجحت وانطلقت في السينما. قامت فيكتوريا كوهين خلال مسيرتها الفنيه العديد من الادوار السينمائيه، وشاركت في اعمال عديدة وتركت بصمة في تاريخ السينما المصرية. لكن ما خفي في حياتها كان أكتر مأساوية ما ظهر على الشاشة. فيكتوريا كوهين كانت متجوزة من راجل يهودي، لها ابن وحيد بيعاني من إعاقة ذهنية، مما جعل حياتها مليئة بالمعاناة. بعد طلاقها من جوزها كرست فيكتوريا كوهين حياتها لتربية ابنها الوحيد من جوزها الأول الراجل اليهودي. دخلت في الفن بجد واجتهاد، جمعت قدر من المال لا بأس به. مع مرور الزمن توالي السنوات حبت إن تجوز ابنها رغم من حالته العقلية عشان تطمئن عليه بعد رحيلها. بالفعل جوزت فتاة جارتهم يهودية بس كانت لعوب، فتاة يتيمة كانت عايشة في الشارع. بالفعل تم الجواز، سرعان ما نشبت المشاكل إن زوجة الابن تتحمل وضع جوزها، عاشت معاه بدون رضا، اضطر للبقاء. مع بخل ماتها فيكتوريا كوهين خبيثة البخيلة. في يوم من الأيام لما كانت فيكتوريا جالسة في منزلها سمعت صوت صريخ وضوضاء في الشارع. سرعت فيكتوريا كوهين إلى الشباك، شافت اللي حصل، اكتشفت إن ابنها توفى نتيجة سقوطه من الدور الرابع. مات الابن على الفور، لكن الصدمة القاسية فيكتوريا كوهين تنهار وتحزن على ابنها الوحيد. كاد الحزن يفتك بيها، يتبقى معها بعد رحيله سوى زوجة ابنها. ما كانش ليها مأوى غير بيت فيكتوريا كوهين، ليها أهل ولا أبناء. مع مرور الأيام بدأت زوجة الابن تكشف عن وجهها القبيح، وجهها الحقيقي. كانت تسيء معاملة فيكتوريا كوهين وبتضيق عليها. لما عرفت إن معاها تحويشة عمرها خبيها داخل البيت. فيكتوريا كوهين هي بقية اليهود، حيلة شديدة البخل، كمان الحذر لا تضيع أموالها ولا تضحى في البنوك. أول بيت فيكتوريا كوهين لا سجن بالنسبة لها. كانت زوجة الابن المتوفي تحبس حماتها فيكتوريا كوهين لما امتلأ جسمها بالأمراض السكر والضغط، أمراض الشيخوخة، حمام البيت، منعها من النزول أو الاختلاط مع الجيران. أو سأل عليها الجيران جابتهم ببرود. فيكتوريا كوهين مشغولة بالتصوير في لبنان. أسود مرات الابن لم تقف لهذا الحل، كانت زوجة الابن على علاقة برجل آخر شيكا له. بس كده كان بيدخل البيت كانت بتشوفه فيكتوريا كوهين تشوف مناظر مشهد المهين الرذيلة في حبسها في حمام البيت. كانت فيكتوريا كوهين في الوقت ده لا تملك إلا الحسرة والبكاء. يوم من الأيام اقترحت زوجة الابن المتوفي على عشائها أن يخلصوا على فيكتوريا كوهين ويستولوا على المال، يعيش معاها حياة سعيدة رغدة. الأول عشيق رفض تنفيذ الفكرة لأن الطمع غواه كان أقوى من الضمير لديه. في يوم قرر العاشق زوجة الابن الخائنة المجرمة قرروا البحث عن أموال فيكتوريا، فقلبوا البيت رأسا على عقب. قرر الاثنين بلاط الشقة عثروا على المال المخبأ في ترابيزة 4 بلاطات. فيكتوريا كوهين هم بعينين مرتجفتين لكنها ما كانتش بتستطيع أن تتكلم تدافع عن نفسها. قررت فيكتوريا كوهين في هذه اللحظة من شدة الخوف والقهر على مالها، تعبها وشق أسنانها خدوه بلا رحمة. أصابها سكتة قلبية، انهت حياتها في الحال. كانت زوجة ابنها ربطها في الحمام
زوجة الابن والعشيق انها تصرخ لم الجيران عليها. اما الجيران بالخبر معه واقاموا دفن فيكتوريا كوهين. هي الاصول ما بتقول ما في داخل مرات الابن فرحة غامرة انها اصبحت ملك البيت لوحدها. اما العشيق فخد الاموال كلها بحجة انه خبيها في مكان امن. مع مرور الايام دفع العشيق مع الكيل والقافية لزوجة الابن انه كان بيحب فتاة اخرى، خد المال والاموال هرب بالفتاة الاخرى. اذا كون حياة جديدة. اختفى العشيق ان جنون زوجة الابن عقلها تدور عليه هنا وهنا. شدة الغيظ والحيرة والخذلان بدأت تبحث عن عشيقها كل مكان. ان عجزت قلت في نفسها عليا وعلى اعدائي. غلها وحقدها حب رجلها الاسم الشرطة. وقت ده كان اكلها الندم والجنون. قدمت بلاغ ضد عشيقها، حمته فيها انه شريكها في التخلص من فيكتوريا كوهين اليهودية البخيلة، حماتها وكمان المحرض على التخلص من جوزها صاحب الإعاقة الذهنية. ساعدها على التخلص من جوزها بوضع حبوب منومة. كانت الحبوب دي السبب في اختلال توازنه، سقوطه فوق سطح البيت مما أدى إلى وفاته. حركت الشرطة هنا وهنا جمع المعلومات هذا العشيق. تم القبض على العشيق. أنكر في البداية، لكن بعد إجراءات تحقيقات جمع معلومات ازاي اتعرفوا على بعض، ازاي حصل بينهم علاقات، ازاي دخل بيت فيكتوريا كوهين، قدموا الاثنين المحاكمه، صدر عليهم حكم بالاعدام. تكن تلك النهايه العادله قصه المأساويه اللي بتثبت ان الله يمهل ولا يهمل. في قصه تانية زلزلت مصر كلها لما قالوا ان فيكتوريا كوهين كانت متجوزه واحد يهودي اسمه اسحاق بيليفيكي، خلفت منه وخد ابنها وهرب لانها لم ترضى هجره الى فلسطين ايام الهجره سنه 1948. وان اسحاق بيليفيكي وشيمون بيريس الكيان التاسع قالوا ان خلف من فيكتوريا كوهين بالزنا او طريقه غير شرعيه. دي كانت نهايه فيكتوريا كوهين اللي تركت اهلها وجذورها، عاشت بخيله، ماتت موته السوء. تركت فيكتوريا كوهين في مسرحيه انا فين وانت فين مع شكاره والاستاذ فؤاد المهندس، وبدات التمثيل سنه 1923 في فيلم برسوم يبحث عن وظيفه. شهدت حياتها فصول مأساوية كانت النهاية الأليمة. دخلت فيكتوريا كوهين أيام السينما الصامتة وانطلقت في المسرح. سنة 1929 عملت فيلم جهنم في الرمال بطولة حكمة فهمي وبشارة وكيم ووداد عرفي وفيكتوريا كوهين. حصلت فيكتوريا كوهين في الأدوار الثانوية كومبارس أو سنيد الأدوار الثانية. اشتغلت في المسرح والسينما. من آخر أفلامها سنة 1967 فيلم اسمه نصف الآخر. توفت فيكتوريا كوهين 9 مارس 1967. يهودية شديدة البخل. كان الفنانين عليها كانت بتستخسر تستحمل شم منها ريحة قذرة، تستخسر تجيب الصابونة الحموم، تدي هدوم قديمة ومقطعة عفنة. شدة بخلها وحرصها رفضت الهجرة على اليهود لفلسطين، عاشت وماتت في مصر. فيكتوريا كوهين كانت واحدة من الكومبارس السينما المصرية استطاعوا أن يحفروا اسمهم في تاريخ السينما. وفاتها وعدم ذكرهم أو تكريمها إن أدوارهم ما زالت محفورة في أذهان الجمهور المصري والعربي إلى الآن. اشتهرت في المسرح والسينما إن زمان ما كانش بيشتغل نساء في المسرح وفي الفن، كانوا اليهودات اشتغلوا في الفن، فيشتهروا يجمعوا المال والأموال في الفن والتمثيل. نجحوا في أداء أدوارهم في الأفلام، نجحوا في الأدوار المسندة إليهم. عندهم تفوق على البطل الرئيسي للفيلم، إتقان دور. تم تلقيبهم من قبل بعض النكات صانع النجوم الحقيقيين. فيكتوريا كوهين ما كانتش بس هي اليهودية الوحيدة الموجودة في السينما المصرية. كان نجوى سالم، ليلى مراد، يا إبراهيم، بهيجة المهدي، راسيا قاسين. منهم من اختار الإسلام، منهم اللي فضلوا يهود زي ما هم، زي فيكتوريا كوهين اللي عاشت يهودية ماتت يهودية. عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة. أختكم محتاجة دعمكم، بتمنى منكم مزيد من الدعم. أترككم في رعاية الله وأمنه وأمانته. ما تنسوش لايك واشتراك وتعليق حلو منكم لكي نستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.